ناس كتير لما بتبعت سؤالها على الصفحة بلاقي جملة متكررة قوي من ناس كتيرة، سواء ولد أو بنت. بلاقي الشخص ده قبل ما يسألني السؤال أصلا ألاقيه بيقول لي إيه، أنا هسألك سؤال بس بالله عليكي اوعي أنزل من نظرك، بالله عليكي اوعي إن انتي تحتقريني، والله أنا حد كويس، والله أنا إنسان محترم. هو مثلا بيبقى سؤاله إن هو مثلا أدمن عادة، أدمن أفلام إباحية، وقع في الغلط في الحرام. ايا كان السؤال وايا كان الموضوع، ليه دايما في ناس كتير عندها اعتقاد ان غيرها ممكن يحتقرها؟ ليه دايما تلاقي ناس كتير قبل ما تتكلم يقولك انا هسألك سؤال بس اوعى تتريق عليا، اوعى تضحك عليا، اوعى تسخر مني، اوعى تحتقرني. ليه يا جماعة؟ هو انا مين عشان احتقرك وانت مين عشان تحتقرني؟ احنا اصلا ملناش ان احنا نحتقر بعض. هو انت علشان غلطت فاكر ان انا هبصلك بقرف ولا هقول عليك حد وحش؟ طب ما انا اروح اشوف غلطاتي انا الاول، وانا يعني ملاك معصومة من الخطأ؟ كلنا بنغلط يا جماعة. ده في ناس كمان وصل بيها الحال انها بقت بتسخر من مشاعر غيرها. يعني مش بس بيسخروا من غلطات بعض، لا بيسخروا من المشاعر كمان. مش تسمعوا مثلا لو حد مثلا بيحكي قدامك يقولك فلانة كانت هتتجنن لما عرفت ان جوزها خانها مثلا، فتبص تلاقي الناس بقى ايه، يحطوا عليها عناوين بقى، دي هبلة، دي عبيطة، ايه يعني يخونها؟ يعني انا اتجنن عشان جوزي خاني؟ يلا روح راجل يجي غيره. دي مجنونة قوي، ايه يعني اللي مكبرة الموضوع قوي كده؟ ليه ما يخونها ولا ما يخونهاش؟ انا اتجنن عشان جوزي خاني مثلا. وممكن تلاقي تسمع بقى العكس، ان حد يقولك فلانة بعد جوزها ما مات نزلت الشغل وكانت ثابتة وصامدة واشتغلت وكملت حياتها، فيبدأ الناس برضو يحطوا عليها عناوين، لا 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 دي مش أصيلة، بدل ما تقعد في بيتها حزينة على جوزها نازلة ولابسة وبتشوف شغلها. احنا مالنا؟ احنا ليه بقينا بنتكلم حتى المشاعر بندخل فيها يا جماعة؟ دايما بنقول حجم المشكلة هو حجم تأثرك بيها، حجم المشكلة وحجم تأثيرها عليك. يعني أنا بقيس المشكلة دي كبيرة ولا لأ وفقا ليك أنت الشخص اللي في المشكلة، وفقا لتأثير المشكلة عليه هو، مش على اللي حواليه. يعني حد اتأثر قوي بمشكلة يبقى المشكلة دي كبيرة بالنسبة له، حد ما تأثرش بالمشكلة يبقى هو عارف يتعامل معاها وتأثيرها بسيط عليه. لكن ما ينفعش ان انا اقيس المشكلة اللي انت فيها بوجهة نظري انا، انت اللي مريت بالمشكلة دي، اقعد انا اقول ليه لا ده هبل، لا ده عبيط، لا دي مأفورة قوي؟ حضرتك انت ما مريتيش بالمشكلة. مش دايما يقولك اللي ايده في المية غير اللي ايده في النار؟ انت ما جربتيش ان جوزك يخونك، فماشية ليه تحكمي على اللي جوزها خانها انها مجنونة وعبيطة وانها قصرت واهملت مثلا؟ واللي نزلت شغل بعد جوزها ما مات، دي مش اصيلة، لا المفروض تقعد حزينة. هو انت مريتي باللي هي مرت بيه؟ ولا عارفة هي نزلت الشغل دي؟ ولا عارفة مشاعرها ايه؟ قصدي اقول لكم بلاش نحط عناوين على بعض. لا لا لا، انت قماص قوي، لا على فكرة انت هبل قوي، لا ده انت شكلك حساس قوي وبتقف على كل حاجة. لا بقى ما تزودهاش، لا بقى ما تكبرش الموضوع يا عم، الموضوع ابسط من كده يا عم، الموضوع اكبر من كده. ابسط ولا اكبر ده مش دورنا، كفاية ان احنا نحكم على بعض ونقف لبعض كده على الواحدة، وكفاية ان احنا حتى المشاعر، يعني حتى المشاعر بنتدخل فيها، وده غلط يا جماعة. كل واحد حجم مشكلته كبيرة ولا صغيرة وفقا لتأثيرها عليه هو، مش على اللي حواليه.